انت عارفه ليه لغايه دلوقتي ما معكيش ولا جنيه في ايدك؟ ولغايه دلوقتي شوفي انت عايشه بقالك كام سنه او متجوزه بقالك كام سنه ما معكيش حتى حته ذهب في ايدك، ولا حته خاتم، ولا حته دبله، ولا حتى حته حلق صغنن قد كده اهو في ودنك ولا في ودن بنتك. انت عارفه ليه السبب؟ لانك انت مكسله تبدأي، مكسله تاخدي الخطوه، ما عندكيش الشجاعه من جواكي ان انت تاخدي الخطوه. طب انت عارفه امتى تاخدي الخطوه دي اللي تخليكي فعلا يكون عندك هدف ومعاكي فلوس؟ انك تبص تلاقي معاكي في حصاله او معاكي على جنب كده 500 جنيه. لو اتجرأتي وحوشتي 500 جنيه على جنب، اقسم بالله اقسم لك بالله هيدوك الدفعه والجرأه والشجاعه ان انت ال 5000 تخليهم 10000. لكن لو انا قاعده على حميد المجيد ما معيش ولا جنيه، وحد جه قال لي حط كل يوم 10 جنيه في الحصاله، طب ما انا كده كده اصلا مفلسه، طب ما انا كده كده معيش فلوس، هحوش 10 جنيه عشان اجمع 100 جنيه، هعمل بها ايه ال 100 جنيه؟ ما هو انت طول ما انت حاطه في دماغك الافكار السلبيه عمرك ما تعرفي تجيبي حته ده، عمرك ما هتحوشي. طول ما انت ماشيه ورا كلام الناس الفاضيه اللي او الناس مثلا اللي هي بتحب تحبط الواحد وتجيب له اكتئاب وتقول لك ايه هو حد بيحوش دلوقتي؟ ده احنا في زمن لا يعلم بين ربنا. يا شيخه اسكتي اسكتي، بس اكلي ولادي، بس شبعي ولادي. تحويش ايه وتوفير ايه وذهب ايه اللي الناس بتتكلم فيه دلوقتي؟ يا شيخه كبري دماغك. الناس اللي بتجيب لك احباط، الناس اللي بتجيب لك اكتئاب من جواك، بس والله العظيم لو كبرت دماغك من نعمه الناس دي كلها وركزتي على الهدف بتاعك هتلاقي نفسك فعلا انت بتحوشي وبتوفري. طب هقول لك على حاجه، لما تفضلي 12 شهر كل شهر تشيلي من مصروفك، ده انا جايه لك بقول لك ايه، لو مش بتشتغلي ولا موظفه ولا داخل لك اي دخل خالص، بقول لك هاتي حصاله وحطي فيها من مصروفك. لو انت مصروفك باليوم حطي باليوم في الحصاله، لو انت مصروفك بالاسبوع شيلي بالاسبوع مبلغ صغير كده، لو انت بتاخدي بالشهر شيلي بالشهر، كانك بتعملي جمعيه، كانك عليكي قسط، كانك عليكي قرض يا ستي، كانك عليكي ايجار شقه بتدفعيه. لو انت بتدفعي 1000 جنيه ايجار اعتبري انت بتدفعي 1000 ونص، وشيل ال 500 جنيه في حصاله. والله اسال مجرب، محدش هيقول لك الكلام ده من القلب غير ام زيد، لان ام زيد مرت واست بحاجات كتير. والله العظيم انا مريت واسيت بحاجات كتير في حياتي، ولو اني مش كبيره، مش هقول لكم ان انا عندي 50 و60 و70 سنه، انا لسه حيالة 33 ولا 34، لكن شفت حاجات كتير. ياما جوزي كان بيقعد من الشغل، وياما كان بيحصل مشاكل، وياما كان بيحصل خلافات، بس بجد الزنقه علمتني ان انا لازم يكون معايا قرش على جنب، او على الاقل حته ذهب ركنها على جنب. انت فاهمه قصدي؟ طيب هقول لك على حاجه، تعالي اما اقول لك التوفير عمل معايا ايه. دلوقتي معظم الستات قاعدين حاطين ايدهم على خدهم وبيقولوا منين هنجيب خزين رمضان، منين هنجيب لبس العيد، منين هنجيب فطره، منين هنجيب كحك العيد، منين هنعمل. هي مش كل الحاجات دي بتحتاج مصاريف؟ طب تعالى اديكي مثال، رمضان 30 يوم، السنه عندنا 12 شهر يعني 365 يوم. في ال 365 يوم مش قادره تشيلي لك مبلغ تجيب بيه خزين رمضان ولبس العيد؟ قاعده طول السنه بتعملي ايه؟ قاعده بتندبي حظك، قاعده كل لما يبقى تمسكي مبلغ في ايدك تروحي تصرفي وتبعزقي يمين وشمال، ومش قادره تعملي حساب شهر رمضان اللي هو اصلا بياخد مبلغ قد كده، مش في الاكل والشرب بس، مش في الاكل والشرب بس، في حاجات تانية كتير زي لبس العيد، زي الكحك، زي الفطره، زي الكلام ده كله. انا ايه اللي يخليني اسكت 12 شهر واجي في شهر رمضان ازنق نفسي من الزنقه دي؟ ما تعوديش نفسك يا حبيبه قلبي ان انت كل الست الخايبه اللي بتعود نفسها ان كل شهر تقول له جوزها هات اما اجيب، هات اما اعمل. الراجل ربنا يديله الصحه وكتر خيره، لو انت مش بتساعديه ومش بتشتغلي، الراجل بيجيب فلوس كهرباء، فلوس ميه، فلوس دروس، ايجار، اكل، شرب، معيشه، مصاريفه الخاصه، مصاريفك انت وولادك، متكفل بكل حاجه. مش قادره حضرتك تتكفلي بحاجه واحده، وما بقولكيش ان انت تنزلي ولا تشتغلي ولا تتعبي، ده بقول لك وفري من مصروف بيتك جزء وخصصيه رمضان، اعملي جمعيه وخصصيها رمضان. ما تجيش حضرتك دلوقتي في الايام اللي احنا فيها وتمر بحاله اكتئاب نفسيه. انت دلوقتي قاعده ولا ليكي نفس تروقي ولا توضبي ولا تفرشي بيتك ولا تقومي تزيني ولا تقومي تعملي حاجه، لان انت اصلا معكيش الفلوس اللي تخليكي طايله انك تعملي كده. ده انا يا ستي لو جيت على مدار ال 12 شهر جبت فرع زينه وشيلته على جنب، لو جبت العين الكوتش وشلته على جنب، لو انت خايفه انك تحوشي فلوس، لان الفلوس لها مليون طلب وطلب، لها مليون ايه تتمد عليها، لها مليون جره تتمد عليها. لو انت بتخافي هاتي كوتش واركنيه،
هاتي ترنج للعيال واركنيه. انت عندك 12 شهر مش قادره تعملي فيهم حاجه، مش قادره تجمعي فيهم فلوس شهر واحد اللي هو شهر رمضان. ليه تمر ليه تخليكي دايما تمر بالزنقه دي؟ ليه دايما تحطي نفسك في الزنقه دي؟ سيبي جوزك يشوف اللي وراه عشان يبقى عنده القوه ان هو يجيب لك، مش كل شويه هات. اعملي لك حصاله وجمعي لك فيها مبلغ شيليه على جنب لوقت زنقه زي كده عشان ما تتعبيش، عشان ما يجيلكيش ضغط نفسي من التفكير والحاله النفسيه. اسالي مجرب وما تساليش طبيب. اشوفكم على خير، مع السلامه.